السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن قصة تقنية مصاص الدماء. وهل فعلا في العلم في حاجة اسمها تقنية مصاص الدماء؟ هتلاقي في أفلام الرعب بيظهر دراكولا في شكل رهيب جدا، وهو بيمتص دم الضحية علشان يحافظ على نفسه ويحافظ على حياته ويجدد الحياة بتاعته عشان يعيش لآلاف السنين. العلماء لما شافوا المنظر ده بدأوا ان هم يفكروا، فلقيوا ان في حاجة اسمها البلازما. لما نيجي نفصل الدم بتاعنا بطريقة معينة عن طريق جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي، بيبتدي البلازما دي تتفكك عن باقي محتويات ومشتقات الدم بتاعنا. بناخد البلازما دي ونبتدي ان احنا نحقنها في الشعر، فيبتدي الشعر ينمو تاني. بنبتدي نستخدمه في البشرة بتاعتنا، فتبتدي البشرة بتاعتنا تبقى نضرة وجميلة وتبتدي تستعيد حيويتها. التقنية دي من التقنيات المهمة جدا واللي ليها نتائج ممتازة، واللي في نفس الوقت آمنة، مفيش منها أي مشكلة. وكتير مننا من دكاترة الجلدية ودكاترة التجميل بيستخدموها، وبتكون النتيجة بتاعتها فوق الممتازة. طبعا الجلسة دي بتتاخد مرة كل شهر، بتستخدم لوحديها عن طريق الحقن في مادة في الميزوديرم باستخدام تقنية الميزوثيرابي، أو عن طريق جهاز الديرما بين، أو باستخدام الديرما رولر. ونتائجها ممتازة جدا وفعالة، ومفيش منها أي مشكلة. ومعظم الدكاترة بتستخدمها لأنك بتستخدم مواد من جسمك علشان نبتدي نجدد خلايا جسمك، فبالتالي ما بيبقاش فيها أي ضرر ولا فيها أي مشكلة. علشان كده اطمن، تقنية جميلة جدا ولقت نتائج ممتازة، ودكاترة كتيرة بتستخدمها، والعلم الحديث بيقدم لنا حلول لمشكلات كتير. لو عندك أي مشكلة تخص الجلدية أو التجميل أو أي استفسار في الأمور دي، كل اللي حضرتك تعمله إن أنت تكتب الاستفسار بتاعك في تعليق أو تبعت لنا، وإن شاء الله تعالى نرد على حضرتك. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، وإلى اللقاء.